ازاي طلعت بالسهولة دي واحنا كل ده كنا بنفرض نفسنا وبنعمل مواعين كتير وكركبة وقلبان في المطبخ علشان خاطر نطلع الشكل والمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا هنعملها النهاردة بمنتهى السهولة. بس قبل ما نبتدي الفيديو كده تصلي على النبي عشان تحل بركة رسول الله، وما تنسيش تحطي اللايك. عندي هنا فرخة تكون كبيرة، انا عملتها يعني حجم كبير علشان خاطر يعني اجرب كده هتستوي في التتبيلة وبالطريقة دي بسهولة ولا لا. حجم الفرخة 2 كيلو كده وربع، حاجة زي كده يعني. نزلت طبعا عليها بشوية ملح وفلفل اسود، وكمان مكعب مرق وعصرة ليمونة كاملة وجوز الطيب وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. يعني النهاردة الشغل اللي هنشتغل عليه كله التوابل. فعايزه اقولك تحفظي التتبيله دي كويس قوي علشان بتديكي يعني اجمل طريقه واطعم فراخ ممكن تاكليها، وكمان من غير نقع ولا وجع قلب. طبعا الفرخه انا نقعها من قبلها بساعه كده في محلول النقع، وانتوا عارفين عملته معاكم كتير قبل كده، بشويه ملح وشويه سكر وكمان قشر ليمون وعصره ليمونه، وطبعا ميه على قد ما هتكفي الفراخ. بعد ما حطيت التوابل اللي قلت عليها هننزل عليها بمعلقه كبيره كده من المستردة ومعلقه صغيره من الكاتشب. قلبتها فيها كويس جدا لحد ما اتاكدت ان التوابل كلها اتوزعت صح. هنزل بقى على طول بجريل على نار يكون سخن جدا، وتنزلي بالفراخ اللي احنا تبلناها بالتوابل اللي قلتلك عليها. وطبعا اكيد ان شاء الله مش هنسى اسيبلكوا التوابل كده بتفاصيلها في الصندوق الوصف تحت. تديها بسرعة صدمة كده من كل ناحية بحيث ان هي تبقى واخدة لون حلو جدا وتحميرة كويسة قوي قوي، لان خلاص مش هتحمريها تاني، هتبتدي في الخطوة اللي بعدها. فهي دي اسلم خطوة ممكن تعمليها، تديها لون كويس قوي قوي من كل جنب، عشان طبعا اللي بيحبها واخدة لون كده ذهبي او لون محمر شوية يكون قضى الغرض. هتديها كده لون وهتطلعيها على طول في طبق وتركنيها على جنب. انا هنا كان معاها قطعة من اللحمة، واللهم بارك كانت مستوية كده ومهرية، ما اخدت نفس التوقيت بتاع الفراخ وكانت مستوية جدا. طلعتها كده بعد ما اديتها اللون الذهبي الحلو ده في طبق. وما تنسيش العصارة بتاعتها والصوصات والحاجات اللي نازلة منها اكيد مش هتترمي. بصلايه كبيره كده على حسب كميه الرز او رز الكبسه اللي هتعمليه، وتنزلي على طول بالبصلايه في البهاريس اللي نزلت منها. عايزه طبعا تزودي شويه زيت او قطعه زبده مفيش فيها اي مشكله. كمان نزلت عليها بمكعب مرق، وابتديت كده يعني اطلع كل اللي موجود في الجريل. كمان نزلت بواحدة قرفة عيدان، وكمان معلقتين كبار من التوابل بتاعه الكبسة السعودي. تقلبي كده تقلبتين لحد ما تبتدي تشمي ريحة التوابل وتطلع كده اللي هو التحميصة بتاعه التوابل. هتنزلي على طول بيها بقى في حلة تكون عميقة علشان تنزلي فيها بكمية الرز. عندي مرقة هنا زودت طبعا خط كده الجريل بتاعي ونزلت بيه على طول في الحلة، وكملت بشوية مية سخنة من الكتل. قلبت كده تقليبه تكون كويسه. وهظبط معاكم الملح دلوقتي. دقتها كده حسيت ان هي يعني تمام، مش محتاجه كميه الملح اللي محطوطه، والمرقه كانت ظابطه الكلام. تنزلي على طول بكيلو الا ربع من الرز البسمتي، وتحاولي تاخدي بالك ان الرز البسمتي بياخد وقت شويه عن الرز المصري، فبتزودي كميه الميه بتضعفيها. لكل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص من الميه او المرقه، يعني تضاعفي كمية المرقة او المية بتاعتك. وتنزلي على طول بكمية الفراخ اللي احنا عملناها ومعاها قرنين فلفل حار كده، وتبتدي تغطي. بعد ما تحسي ان هي خلاص ابتدت تغلي كويس كده وتتشرب من الرز، توطي عليها خالص لحد ما تاخدي السوا اللي انتي شايفاه ده. اللهم بارك الفراخ مش مستحملة، وكله في حلة واحدة. عايزة اقولك طعمها اطعم كتير قوي قوي من الرز اللي بتجيبيه من بره. خلاص كده كانت تمام. وعايزه اقولك الفراخ ملبن معايا، عملت شويه سلطه طحينه. وطبعا لو عندك توميه او بتحبي التوميه بتبقى حلوه جدا جدا في الوصفه دي. ابتديت ان اجيب الفراخ وانزلها شويه شويه. بصراحه احترت لاني الصينيه كانت صغيره وما كنتش عارفه طبعا اعمل التركايه بتاعت ان انا اقلب الحله بالفراخ بالرز بتاع. بس يعني مش مهم، المهم الطعم والشكل في الاخر حاجه كده مبهره.
ابتديت هنا افرش فرشة رز تكون كويسة في الصينية، وابتديت اجيب قطع الفراخ كده وارصها كده زي ما انتوا شايفين. طعمها بجد يا جماعة فايتكوا كتير جدا جدا لما بتعملوا كل حاجة لوحدها وبتسلقوا الفراخ لوحدها عشان تاخدوا المرقة بتاعتها كلها كده في حلة واحدة. كانت طعمها اروع، والصوصات كل العصارة بتاعت الفراخ نزلت في الرز، طعمها في منتهى الجمال والروعة. عايزه اقول لكم ان هي كانت سخنه جدا جدا في الوقت ده، ما كنتش عارفه امسكها ابدا، يعني حاجه كده يعني مفرهضاني من كتر السخونيه، وكان المطبخ حر فما كنتش حرفيا عارفه اقطعها، بس هي حرفيا والله دايبه جدا وطعمها في حته تاسعه. لحد هنا الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنسيش تحط لايك وتشترك في القناه.